فاكره ان انا ما ينفعش ادخله غير وانا كبيره وما دخلتوش يعني. حلم الشباب، حلم الطفولة. ياه بحب الحاجة دي جدا. اهلا بيكم في فلاش باك. هنعمل دلوقتي فلاش باك على شويه حاجات في المدرسه ونشوف اذا كانت عدت عليكم وذكرياتكم ايه معاها. جاهزين نشوف ونفتكر مع بعض؟ ايوه جاهزة. يلا بينا. يعني بالنسبة للمدرسة مش جاهز، بس بالنسبة للبرنامج جاهز. يلا بينا. يلا بينا. ياه معلش، انت هتلاقيني كل صورة كده تلاقيني بعمل كده. معلش انا خايف بس من بقية الصور عشان انا دمعتي قريبة، فمش عارف بقى هيحصل ايه. ربنا يستر. دي استيكه بس اللي كده بنمسح بيها. الشكل ده الشكل ده لا، هو يعني كان بفليفر بقى، اللي هو فراوله وكده يعني. دي الاستيكة، نص بيمسح القلم الرصاص ونص بيمسح القلم الجاف. الاستيكة دي بقى كان طالع عليها اشاعة لذيذة قوي. الناحية الحمراء بتمسح الرصاص والناحية الزرقاء بتمسح الجاف، معرفش ليه. اعتقد ده شكلها، بس ممكن يكون بتمسح اكتر مثلا الاورنج دي. اعتقد ممكن تكون القلم مثلا باللون الاورنج بيمسح الاورنج والبلو بيمسح البلو مثلا. كان بيمسح بس مش قوي، بحس ان لازم تعمل مجهود. عمرها ما مسحت حاجه. كانت بتمسح شوية بتمسح بس أنا انت فاهم، بس هي بتلغوص الورقه كده. ايه ازرق. دي تمسح الذنوب، تمسح حاجة. تريحها كده. بس الحقيقة ان احنا طبعا كلنا جربنا ان احنا نستخدم الناحية الزرقاء، وكانت بتعمل خرم في الورقة جميل. توريك الصفحة اللي بعدها انت بتحاول كتير مع القلم الجاف، فكلنا كرارسنا اتخرمت الحقيقة بسبب الاستيكة دي. مش عارفاها. لا، ولحد يومنا هذا انا مش عارف الناحية الزرقاء دي بتعمل ايه يعني. بس هي شكلها حلو يعني شياكة. يا سلاح التلميذ، عايز اقول لك لسه موجود دلوقتي على فكرة. ده اكيد كل المواد كان بيطلع منها سلاح التلميذ، وده كان لازم يبقى عند كل بيت. ما كانش فيه اوبشن تاني ان حد يستخدمه، هو ما كانش فيه غيره اصلا. ذكريات قديمة بقى دي يعني. مش كفاية كتاب الوزارة اللي هو بيبقى عادة قد كده، فبيجيبوا لنا كتب تانية فوق كتاب الوزارة عشان نذاكر منها اللي مكتوب في كتاب الوزارة، بس يعني بشكل مختلف يعني. احلى حاجه فيه الصراحه حسن عامل عليه اعلان. كان بيجيب لي الامتحانات اللي فاتت، انا فاكره حل امتحانات السنين اللي فاتت. واصلا الصوره دي معروفه قوي، اللي هم عاملين كده، دي اكتر حاجه معروفه يعني. بيتعاملوا معاه لانه شرح للي موجود في كتاب الوزاره. طلعوا بقى بعد كده الاضواء معاصر، ويعني شويه اسامي كده تانية، بس في فترتي انا ما كانش فيه غير. ايه ده؟ لا ثواني، اول محل ده كان على فكره موجود زمان. باتا ده يعني الناس الكبيره تشتري منه. دي كانت جزمه مريحه قوي، بس بشوفها اخويا لابسها. الجزمه الباتا تقريبا 95% من بيوت مصر انه لازم يبقى فيه جزمه باتا. بتهيألي دي ولادي هي اسمها باتا، وانا عارفاها من اغنيه محمد هنيدي، وهلبس باتا، صح؟ مش كان بيقول كده؟ يعني حاسه كان مش اطفال، يعني ما عندوش اطفال. حاسه ان الجزمه شكلها كبير برضه، يعني الناس كلها كانت بتلبس منه زمان. اعتقد كده كان لوكال براند، وملهاش دعوه خالص بالمستوى الاجتماعي بتاع الاسره، ايا كان مستواهم المادي. الولاد اللي بيلعبوا في الشارع كوره انا كنت بلعب في الشارع كوره عادي، كنت بشوف معظمهم لابس الجزمه دي. كده انا اول مره اعرف انه كان عنده اطفال. يعني كنت فاكره ان انا ما ينفعش ادخله غير وانا كبيره وما دخلتوش يعني. شوكولاته شوكولاته، الواد ده ناس شوكولاته من بوركينا فاسو، ناداني سبت المايكي وهلبس باتا. وبعدين كانت سعرها غريب قوي. الجزمه مثلا كانت الافريج بتاع الجزمه مثلا 40-50 جنيه. الجزمه دي كانت ب 4 جنيه و60 قرش، يعني عشان بس نبقى واضحين. انا عايزه اعرف البرانش كان فين، يعني كان موجود فين؟ انا فاكر اليافطه اللي كانت محطوطه في الفاترينا بتاعت محل باتا اللي في الدقي. كان في الدقي؟ انا كنت ساكنه في الدقي ده. لا، فانا فاكر شكل اليافطه المشرشره من الجناب كده ومكتوب عليه 460 قرش. سبت النايكي وهلبس باتا، صح؟ وقال كده صح؟ حد يا جماعه. دي ماب عادي، اللي هو ممكن تكون يعني بتتعلق مثلا في مكان او كده. مش عارف. دي مقلمه، يمكن نحط فيها مقلمه، نحط فيها الاقلام يعني. المقلمه طبعا كان ليها اشكال كتيره جدا جدا جدا، من ضمنها الشكل ده عليها خريطه الوطن العربي. عشان الجغرافيا نبقى، بس ما حدش كان بيستفاد بيها الصراحه، مش عارفه ليه. ايه ده استنى، ممكن تكون ماب بس على شكل مقلمه، صح؟ ايه ده بجد؟ اصل شكلها مقلمه جدا بس معمول عليها زوم ان، فتحس ان هي كبيره بس هي ممكن تبقى صغيره عادي كده مثلا. ودي كانت حاجه طبعا مفيده جدا في حصص الجغرافيا. طب هو اصلا يعني هي دي معروفه، يعني هي اللي عليها ماب دي بتسهل حاجات كتيره جدا. انت معاك مقلمه، ما يعني انت راجل بريء، ما فيش اي حاجه، بس عليها خريطه الوطن العربي بالشكل وبالاسامي وبكل حاجه. بنغش منها الجغرافيا. ليه ما جبتهاش دي؟ ايه الماتيريال؟ صاجي كده، صاج. كانت بتطبق كده، بس ما كنتش بعرف اطبقها. اللي هي الماتيريال اللي هي مش بتتكسر بسهوله دي، اللي هي تحسها
بلاستيك بس اللي هو رخم شويه، اللي هو بيعور شويه ده. ان دي معموله من المعدن، كانت بتحافظ على الحاجه اللي جواها او بتتفعص بالحاجه اللي جواها على بعضها. يعني كنا بنتعامل معاها لانها كونتينر هارد كده بيبقى شايل جواه الحاجات المهمه، كنت بروح اردها على البارد. فلازم تبقى عارف سمكري كويس. دي عدت على اللي بعديه حاسه. زمان كانت بالنسبه لنا اختراع. طب انت معاك بتاعه طويله كده ناشفه تعملها كده تتحول الى دايره، انت ساحر ولا ايه؟ دي طبعا عارفاها، دي مسطره بتلف على الايد كده وتتشد، بحبها قوي، كان دايما تتكسر مني بس كنت بحبها. يعني ينفع تستخدم مسطره بس هي ما فيهاش ارقام يعني، مش متقسمه، هي بس كلعبه مش اكتر. اعرف انا مشيت منين لحد فين، هي عباره عن لعبه. يعني دي مسطره وبيحطوها كده، بس كنتش بحبها الصراحه، بحس انها مسطره ميعبيه. انا كان عندي زيها بالظبط. بنفس اللون. الزمزميه. الزمزميه، وبعدين الشكل ده كنت بكرهه بس كان اكتر حاجه مشهوره يعني. في اول ما ظهرت كانت بتاعت علية القوم، يعني اللي معاه زمزميه ده الجامد بقى كده بقى ايه، هيحتفظ بالميه ساقعه لحد الفسحه، والناس صاحبه طبعا. كنت بحب اللي عليها شيب كده وكيوت، بس ماما كانت بتجيبها لي. فكره ان انا معايا شنطه المدرسه والزمزميه، انا خلاص كده انا وصلت، فاضل ايه تاني يعني؟ خلاص انا كده تمام يعني. متعقده قوي من شكلها بجد. انا كنت ممكن ما اشربش ميه طول اليوم بس ما اخدهاش معايا، كانت اورنج، هي كانت دي بالظبط. كان في اختراع عظيم جدا، كوبايه بتتفرد من بعضها، تخنها كده تفتحها لفوق كده تروح طالع منها 3 ادوار. فدي بقى بتبقى مهمه قوي لاصحاب الولد اللي معاه الزمزميه، علشان كل شويه يفرد الكوبايه وشويه ميه والنبي ساقعه. يا دي ده كنت بحب الحاجه دي جدا. ممكن يكون سلايم مثلا، لا اكيد ما كانش فيه سلايم، لا كان فيه بس هو مش سلايم اللي هو موجود دلوقتي. كنت بحبها قوي. بحطها على ايدي، كنت بحطها في كراسه، وكنت بحس ان انا بحط لنفسي نجمه، انا برافو عليا. الختم ده مش في وقتي انا، يعني هو بعديه بشويه. كان بدأ بالشكل اللي قبل ده، كان ختم في برايه، في ظهر البرايات اللي هي المدوره دي فيها شكل بارز كده، علشان كان في حاجه اسمها ختامه. يعني دي بنعمل بيها ايه؟ بنعمل بيها شيب على اي حاجه، بستنتجها عشان انا بجد فاكره شكلها. انا حاسه ان انا شفت يعني كده كانت عندي بس مش فاكراها. تبقى ساعات بحط عليها ميه عشان لما بتخلص تطبع اكتر، تقوم بقى عامله طباعه كده غريبه. البتاع المستطيله دي اسمها ختامه، دي بتبقى عباره عن قماشه كده تحتها سفنجه وبتتحط فيها حبر، فبتبقى حاجه ملحوسه جدا. انا حاسه فاكراها، حاسه ان هي مش كده، بس ممكن تكون كانت اشكال مختلفه جوه مثلا، وعاده بتلحوس الدنيا يعني. فالختامه دي كانت مهمه قوي مع البرايه بقى اللي احنا بنتكلم عليها دي. لا انا عارفه دي اعتقد ان هي كانت بتبرنت الشيب اللي موجود من بره، يعني مثلا لو الاسد بتبرنت اسد. ده كل ده قبل ما يخترعوا بقى الاختراع العظيم اللي هو بتاع الختم الجاهز ده، اللي هو ما فيهوش لحوسه، عليه الشكل من بره، اللي هو ايه لما تختمه هيطلع الشكل اللي من بره ده هيطلع على الورقه. فطبعا ده يا نهار ابيض، ايه ده ياه. دي الاذاعه. شاركتي فيها طيب؟ كنت بشارك في اصغر ادوار ممكن اشارك فيها. الاذاعه المدرسيه، حلم الشباب، حلم الطفوله، نفسك تطلع في الاذاعه المدرسيه تقول اي حاجه، اي كلام. هي الصوره دي فكرتني بان انا كنت في الاذاعه المدرسيه او في مسرح المدرسه، بس مش فاكره اي حاجه. مش بغني مثلا، مش بعمل حاجه، اللي هو بطلع اقول حاجات اللي هي الصغيره قوي، او ممكن مثلا بقدم الناس مثلا كده، بس مش بشارك في حاجه كبيره. الاذاعه المدرسيه دي كانت في طابور الصباح قبل تحيه العلم وقبل تحيا جمهوريه مصر العربيه وقبل الكلام ده. فقره الاذاعه المدرسيه بيتقال فيها كلام ملوش اي لازمه بالنسبه لنا. كنت منهم او جنبهم، مش اللي ماسكه المايك، ممكن اللي جنبها. في المايك بقى كنت في الحفلات بقى، عارف انتي يا ماما ملاك من الجنه تحت جنام كده، تحت جناحك نعيش ونتهنى. كنت بتكسف ايوه انا صغيره، اي حاجه فيها شوم بتكسف منها. مين نعمل كده، رباني مين اللي بيطلعوا بيبقوا واقفين في البلكونه بتاعت الاذاعه المدرسيه دي كانوا النجوم، اللي هو ده صاحبي ده اللي فوق ده وبتاع. فكان طبعا حلمنا كلنا ان احنا نطلع في يوم من الايام، نطلع فوق. ومين هناني مين غيرك انتي. وهما كانوا مختاريني غصب، يعني هما كانوا مصرين اتحط معاهم واطلع فوق، بس انا ما كنتش بحب، يعني كانوا شايفيني انسب حاجه، ما اعرفش بيزدون ايه يعني. 2 hours later. يا ماما يا حلوة يا ماما يا ماما الله. شكرا يا ميرنا، شرفتينا في فلاش باك. ثانك يو. يعني انا بصراحه ما كنتش بحب المدرسه قوي عشان بصحى بدري وبتبسط قوي وانا قاعده في البيت، يعني اكيد كنت بحب اصحابي قوي وبحب لما بنقعد مع بعض، يعني اكتر ميموري نفسي ارجع لها هي بسبب المدرسه بصحابي يعني. شكرا يا ميرنا. ثانك يو.
شرفتني يا تامر في فلاش باك. يعني اهم مرحله بفتكرها في الفتره بتاعت المدرسه هي الاجازه، يعني هي اجمل حاجه في الدراسه الاجازه. شكرا يا تامر، ميرسي جدا شرفتنا جدا، وانا مبسوط جدا بالنستالجيا العظيمه اللي حصلت. شرفتينا يا يسرا في الحلقه. احلى ذكريات كانت ماما بتجيب لي حاجه حلوه من الكشك وبعدين توديني المدرسه. انا فاكره شويه ذكريات بجد ومدرسين اثروا في حياتي لحد دلوقتي. المدرسه الصراحه ليها معايا ذكريات حلوه. شكرا يا يسرا. العفو.